تحيا الجزائر، والله العظيم تحيا الجزائر، تحيا ثم تحيا ثم تحيا بلد المليون ونصف شهيد. بصراحة الست الجزائرية بمليون راجل. أنا دلوقتي فهمت الكلمة اللي بتتقال لي هنا من جزائريات لما تيجي تقول لي أنا جزائرية حرة. أنا عمري في حياتي ما اتعاملت مع جزائريين في حياتي كلها إلا في فرنسا. فأنا عاوز أقول إن أنا جبت آخري من كتر ما أنا بحبكم. والله العظيم أنا معايا بحبكم أكتر من كده. جبت آخري، يعني أنتوا ناس محترمة. الست الجزائرية بمليون راجل. لما واحدة جزائرية تاخد واحد مصري رجلين الاتنين مقطوعين ومرمي قدام المستشفى، ونعمل فيديو عشان حد ينقذه، وهي تروح تاخده امها في نفس المستشفى وتاخده عندها البيت، وبعد كده تطلب له الاسعاف وتفضل معاه، تفضل معاه من صباحيه ربنا من الساعه 9 الصبح لحد 10 او 11 بالليل. وفي الطوارئ يقولوا لها مش هينفع يبات هنا، تقول هاخده ابيته في بيتي. الجزائر ثم تحيا الجزائر ثم تحيا الجزائر، رغم انف اي حاقد واي مغلول على الجزائر. وعاوز اقول لكم انتوا ناس محترمه قوي. الجزائر بيطبقوا مقولة الإنسانية قبل الجنسية. أقول لك على حاجة، قسما بالله أنت بمليون راجل، قسما بالله أنت بمليون راجل، قسما بالله أنت بمليون راجل. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر اللي جابت زيك. قسما بالله أنت بمليون راجل، وصورتك على اللايف هتتشاف للناس كلها إنك جزائرية حرة بجد. ان شاء الله جسم ان شاء الله ربي يشافيه وربي يعطيه صحته. يعني واحد مصري ما تعرفوش وتاخديه بيتك وتقعدي جنبه طول اليوم كده، احب اقول لك انت فخر لبلدك ولدينك ولبيئتك واللي ربوكي الحمد لله ان شاء الله. ميرسي بوكو صحيح ان شاء الله، وربي يشافي امي. ربي يشفي ان شاء الله والله يعود لي بالخير. ان شاء الله.